تحية صباحية لكل مشاهدين برنامج صباح الخير الكويت. استمرارا لاحتفالاتنا الوطنية داخل كويتنا الحبيبة، منذ أيام قليلة تم افتتاح قرية كويتي وافتخر. في هذه القرية الكثير من الأمور الجميلة في الموسم السابع تعرفون عليها من خلال هذا التقرير. الديرة تستاهل شعب ما عنده شيء اسمه صعب، يموت ولا يفقد الامل ما في قاموس. أهم ما يميز الكويتي وافتخر واللي تعودنا كل سنة نشوفه الإنجازات الخاصة في السنة اللي مرت علينا. في سنة 2014 هذه السنة في أهم الإنجازات والشباب المبدعين في جميع مجالات الحياة داخل الكويت، راح تشوفونهم في القسم الخاص لهذه الإنجازات. كل واحد منهم لسان حاله يقول كويتي وافتخر. جمعنا لك هالمبدعين فجرنا طاقة الشباب، يا من نحن قادمين نفتح مليون باب. جمعنا لك هالمبدعين فجرنا طاقة الشباب. شوي غاب لكنه ما رد لنا، عشان خاطر هالبلد يرجع لنا كل شي وعد. بدينا باسم الله ترى يا كويتي من جد وجد، يا من نحن قادمين. من الأمور المميزة واللي تم إضافتها في الموسم السابع لكويتي وافتخر تل بهيته، هذا المكان المخصص للأطفال واللي يحتوي على مجموعة من القطع الثلجية، وراح تكون الوناسة والأناسة داخل هذا المكان فوق الخيال. بعد ما شفنا معاكم مشاهدينا هذه الجولة التراثية الوطنية داخل قرية كويتي وافتخر، أكيد بتقولون نسيتوا قرية رمال العالمية، لكن احنا ما نسيناها، راح نخصص لها تقرير في برنامج صباح الخير الكويت. زيارة واحدة لهذا المكان ما تكفي، وصلت الحين معاكم إلى الختام، أنصحكم تزورون هذه القرية. عودة للزملاء في استوديو صباح الخير الكويت.